السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الميني مولتو في البيت. هعمله معاكم بخطوات سهله، وهقولك بقى على العجينه المظبوطه وكمان السوى المظبوط اللي يخليه معاكي طري واحلى من الجاهز بكتير. يا ريت بس تتابعي الطريقه للاخر، ويا ريت لو اول مره تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. في الاول هنزل ب 300 جرام، نص المقدار ميه ونص حليب، وبعد كده هنزل عليهم ب75 جرام سكر، وهنزل بمعلقة خميرة فورية على الميزان 8 جرام. منكترش خميرة في الصيف علشان لسه هنضيف باكنج باودر. نزلت كده بالسكر والخميرة وهقلب علشان اتأكد ان الخميرة نشطة، لو عملت فقاعات يبقى كده الخميرة نشطة. ضفت بقى باكو من الفانيليا بيخلي ريحة الميني مولتو تحفة. والاخر خالص انا ضفت الزيت 75 جرام بس بعد ما اتأكدت ان الخميرة نشطة عملت فقاعات وكمان ريحتها ظهرت. هضيف بقى معلقة خل، وفايدة الخل في اي معجنات بيخلي اي معجنات خفيفة وطرية بعد السوا. ما تنسيش بقى معلقة الخل. بعد كده ضفت بقى كيلو الا ربع دقيق انا نخلاه في الاول، وضفت مع الدقيق ربع معلقة ملح ومعلقة باكنج باودر بس مش مليانة قوي. في الاول بقى هنقلب بالمعلقة في اول العجين كده، ما ننزلش بايدينا، هنقلب بالمعلقة. جبت بقى 100 جرام مية، ولو لقيت العجينة عايزة مية هنزل بالمية واحدة واحدة. يا ريت بقى في اي معجنات تعجني عجينه يابسه في الاول، ان احتاجت معاكي ميه تقدري بقى تطريها. اما العجينه الطريه هتحتاج معاكي دقيق، وكمان لو ضفت دقيق هتلاقي بقى المكونات باظت خالص معاكي. يبقى يا ريت نعجن العجينه يابسه ونطري فيها واحده واحده. واحنا شغالين عجن كده هقولك على مقدار الكيلو، وتقدري انت بقى تطبقي مقدار الكيلو على مقدار اكبر او اقل. مقدار الكيلو معلقه خميره فوريه كبيره يعني 10 جرام، معلقه باكنج باودر، بنضيف معلقه خل في اي معجنات كده علشان تخلي العجينه خفيفه وطريه. العجينه هتاخد سوائل 550 جرام بس، يا ريت ما ننزلش الا ب 450 في الاول، وكل ما تحتاج معانا ننزل واحده واحده علشان في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. والسوائل اللي انت هتضيفيها تقدري بقى تضيفيها نصها حليب ونصها ميه، او تعجنيها بالحليب صافي. 100 جرام زيت و100 جرام سكر، ونقلب لحد ما السكر يدوب ونتاكد ان الخميره نشطه قبل ما بنعجن. وبعد كده هنعجن العجينه يابسه زي ما احنا متعودين، ونطري فيها واحده واحده. ادي بقى عجينه المولي مولتو يا جماعه. في الاخر عجينه كده طريه، اضغط عليها طريه بس ما فيهاش اي تلزيق. اخدت بقى معايا 450 جرام بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في بقى دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. انا هشتغل في العجينه على طول مش هسيبها تريح. لو انت حابه تريحيها 10 دقايق غطيها بكيس علشان ما تعملش معاكي طبقه ناشفه وتسيبيها 10 دقايق. ولو حابه بقى تشتغلي فيها وتسيبيها تريح بعد التشكيل هي نفس النتيجة، بس اهم حاجة ان احنا نقطع العجينة وعلى طول نغطيها بالكيس او بفوطة علشان ما تعملش معانا طبقة ناشفة. قطعت العجينة كلها حجم واحد يعني عملت الكيلو 5 قطعات. بعد ما بخلص خالص بغطيهم بالكيس علشان ما يعملوش معايا طبقة ناشفة. اللهم بارك، الميني مولتو طلع معايا النهاردة احلى من الجاهز بكتير، يعني ما يتقارنش خالص باللي احنا بنشتريه. لازم بقى تجربيه وتفرحي ولادك، يعني نص كيلو هيعمل لك كمية كبيرة جدا. بيقطع يا جماعة كمية كبيرة. لو لقينا العجينة بقى بتلزق يعني فيها اي تلزيق بنرش رشة دقيق علشان ساعة ما نيجي نلف الميني مولتو يعمل معانا طبقات، وكمان الرسمة بتاعته ما تختفيش. العجينة الطرية المخبوزات بتاعتها بعد الخبيز بتبقى طرية خالص. فالنهاردة العجينة معايا في الوسط، يعني مش طرية او بتتلزق او عجينة يابسة، بس لقيتها بقى هتتلزق علشان الجو حر فرشيت رشة دقيق. كل ما الجو هيبقى حر كل ما العجينة هتسيح. الحشوة النهاردة شوكولاتة وجبنة، واهم حاجة نوع الشوكولاتة اللي انت هتحشي بيها تكون نوعها كريمي علشان تسيح معاكي في قلب العجين. واللي هي كانت بالجبنة طعمها بجد تحفة زي الباتيه بالظبط. يعني تقدري تشكلي كده بالشوكولاتة وبالجبنة او باي حشوة انت عايزاها. وقبل ما اوزع الشوكولاتة بالمسطرة وعملت فتحة في العجينة من ورا علشان نعرف نلف الميني مولتو. يعني بتسهل لو الحشوة كتيرة بتطبقي العجينة عليها وبعد كده بتلفي. لو حابة بقى تعمليها او لو مش حابة عادي خالص. بنحط بقى اخر التقفيلة في الصاج من تحت علشان ما يفكش معانا اثناء السوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا عملت اللي بالشوكولاتة ودلوقتي بعمل اللي بالجبنة. اهم حاجة نوع الجبنة ما يكونش فيها مية او ان هي بتعمل مية جوه العجين، يعني تكوني واثقة كده ان الجبنة طعمها حلو وكمان ما بتعملش اي مية.
وبعد كده بنشد بقى لورا وبنلف، كل ما نلف طبقات اكتر كل ما الميني مولتو هيطلع خفيف وطري. في مقطع بقى ما جاش معايا في التصوير، وانت بتقسمي الدايره بتعمليها 4/4 وكل ربع بتقسميه 4 قطعات، هتعمل معاكي 16 ميني مولتو، يعني الدايره هتعمل معاكي 16 واللهم بارك، هيبقى حجمهم كلهم واحد وهيبقى تحفه. اهم حاجه التقسيمه يا جماعه، بنفرد سمك العجينه بنخليها في الوسط، ما يكونش رايق قوي او تخين قوي، ونقسم الدايره ل4/4 وبعد كده كل ربع قسمناه بنعمله ل4 قطعات. هيبقى معانا كده الميني مولتو موحد وهيبقى شكله حلو جدا في الاخر. بعد ما خلصت الكميه كلها غطيتها، واهم حاجه بقى وقت الخمر، يعني ما نستعجلش عليه خالص ونقوم نسويه الا لما نلاقيه اختمر. وهو كده في الصيف يا جماعه ما بياخدش وقت خالص، يعني اخد معايا نص ساعه ولقيته اختمر. فقمت بقى شغلت الفرن الاول سخن، اول ما سخن انا وطيت البلاطه ووطيت الجنوب ودخلت اول صاج انا عاملاه في الاول. بس قبل ما ادخل الميني مولتو يستوي انا مسحت وشه بالحليب، لو مفيش حليب نقدر نمسح بميه بسكر علشان بس يدينا لون موحد ويستوي يبقى شكله حلو. بندير بقى الصاج اول ما بندخله كده بنديره كل شويه، بنشوف سوا البلاطه من تحت، لو سخنه بنوطيها خالص، لو لقينا السوا استوى من تحت ومن فوق لسه مستواش بنرفع الصاج على صينيه علشان بس القعر يبقى معانا مظبوط. ادي التسويه يا جماعه اللهم بارك، عطت لون ذهبي، وكمان شفت الميني مولتو لقيته طري. ريحه الميني مولتو بقى وهي بتستوي حاجه كده تحفه، انا عايزاكي بقى تجربيها وتفرحي ولادك. انا عملت معاكم الميني مولتو قبل كده وسويته على عين البوتاجاز، يعني التسويه سهله جدا. لو ما عندكش فرن او فرن البوتاجاز عندك مش شغال تقدري تعمليه على عين البوتاجاز. الطريقه موجوده على القناه الكبيره، ارجعي شوفيه. بجد تسوية البوتاجاز كانت احلى من الفرن بكتير، كان طالع طري وكمان عطى لون ذهبي من غير ما ندخله فرن خالص. لو هتسويه بقى في فرن البوتاجاز يا ريت تمشي على نفس خطوات التسوية علشان يطلع معاكي مظبوط وما ينشفش معاكي بعد السوا. واي معجنات لسه خارجه من الفرن على طول غطيها بكيس او بفوطه علشان ترد معاكي طريه. شفت بقى التسويه لقيتها من فوق ومن تحت حاجه كده اللهم بارك، يعني شكل الميني مولتو بصراحه بيتكلم عن نفسه ومش محتاجه بقى ان انا اتكلم عنه. النص كيلو بيعمل كميه كبيره جدا، انا عايزاكي بس تجربيه وتجربيه بنفس الخطوات، ان شاء الله هتلاقيه تحفه بجد. ريحه المخبوزات في البيت تحفه وربنا يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. انا عايزاكي بقى تجربي ريحه المخبوزات في البيت، ما تشتريهاش من بره، هتلاقيها احلى من اللي انت بتشتريها من بره بكتير. وكمان احنا بنبقى ضايفين حليب يعني بتبقى صحيه. انا عايزاكي بقى تقومي تجربيه، ولو عندك شوكولاته يلا قومي جربيه، اعمليه كده على عين البوتاجاز او اعمليه في الفرن، بس اهم حاجه هي خطوات العجين. عايزاكي بس تعجني العجينه مظبوط علشان بس يبقى طري ما يبقاش مكتوم، وكمان يبقى خفيف جدا بعد السوا. ما تنسيش بقى تضيفي معلقه خل في اي معجنات بتعمليها، بتخلي معاكي ان الحاجه خفيفه وطريه بعد السوا. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومه بسيطه. اتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.